مشتريات رمضانية وتحضيرات لاستقبال الشهر الفضيل اللي نصوموه إن شاء الله بالصحة والهنا. ميناج تاع رمضان، حكيت الكوزينة بردت فيها قلبي، غسلتها غسلة لازم تبقى تشعل حتى لنهار العيد إن شاء الله. نحيتها اليوم الطريق تهنيت منها. ما يديرلكش السكر هاي ما يديرش تاع الطاكسي. كنا نجيبو قهوة وشكون اللي كيما ناكل قهوة تفطر. جات القهوة هاكي تاعك تاعي، شكرا. اختاري تاعك. قهوة رقم 1. خيبك قهوة جاية نزيدو نفطرو. خلاص جبت الكوكا ومراتك سي بون. مبدئيا سي بون مؤقتا. تفيدي بها. السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير يا ربي. انا راني بخير والحمد لله، يسقسي عليكم الخير ولهنا. اليوم بنات راني في الريتاج مول في قسنطينة، وصراحة يعني بيني وبينكم الحق تاع ربي ما جيتش على جال ماعن. كاينة حاجة واحدة أخرى جيت على جالها. صح كنت شريت ماعن ويعني شوفوا درنا دورة في المول، ورحنا للباية ورحنا لمحلات أخرين. بصح السبب الرئيسي اللي جيت على جالو لقسنطينة وجيت على جالو للريتاج مول دوك نحكي لكم عليه، ماهوش الماعن. باسكو لا هو الماعن صراحة مام هنا في باتنا كاينين، في قسنطينة كاين ماعن يهبلو، هنا في باتنا كاين ماعن يهبلو، وخاصة كي يقرب رمضان يزيدو يجيبو جديد ويتحطوا عفايس جداد. تويخي شفتو كي يقرب رمضان كيفاه يحطوا موديلات. ما نبدلهاش، نخلي المونتاج هكا ما نبدلوش، يتحطوا موديلات يهبلوا. وهذه هي. كنا شرينا هكا عفايس خفاف. شوفوا بنات انا شريت وش يخصني، باسكو لو كان تبعي كل حاجه جديده تتحط ما عاد تفرق، يعني مش راح تخلصي، راح تبقاي غير تهزي وتبقاي تخملي. ما لا، انا شريت بعقلانيه، شريت وش يخصني وشريت وش نحتاج. باسكو صراحه شوفوا بنات الدنيا هذه اولويات، كل واحد وش عنده حاجة في راسه راهو يخدم عليها، ولا عنده حاجة في راسه راهو ناويها ولا مأمل فيها ولا ناوي عليها. كل واحد وأولوياته، كل إنسان والأولوية تاعو. الأولوية تاعي أنا ماهيش نفسها الأولوية تاعك تيا. كل إنسان عنده الأولويات تاعو. قدر أنا الحاجة اللي عندها أولوية في حياتي انتي تعتبريها ماهيش أولوية. كل إنسان على حسب الأولويات تاعو. ياخي سما نبداو بالأهم. شريت ماعن ولكن شريت وش نحتاج، فهمتوني؟ وزيد كانت تحويسات تهبل منها. السبب الرئيسي هذاك اللي رحت على جالو رقم 1، هذه الحاجة الأولى. منها السبب هذاك الرئيسي اللي رحت على جالو اللي قلت لكم عليه، ومنها شريت شوية ماعن كانوا خاصني، ثم عصفورين بحجر زيدوا. ومنها ثاني زدت صورت لكم، شفتوا معايا الأجواء. هزيت لكم هكا مقاطع، ما صورتش بزاف، هزيت لكم هكا مقاطع سما هكا ولو 3 عصافير بحجر. شوف بنات ما صورتش بزاف هكا مقاطع برك ولميتهم. يخي على بالكم ما رحتش وحدي وما رحتش انا والبنات. باسكو زي كاين اختلاف، لانه على بالنا الرجال والشوبينج ما يتفهموش. كنت رحت انا والزوج تاعي، وكي تروحي انتي والزوج تاعك لازم تكوني مديسيديا على بالك واش راح تشري، تروحي ديريكت للحاجه هذيك اللي قاصدتها. حنا كي نعودو مع سما كي نروح وحدي ولا نكون انا والبنات نبقاو نتفرجوا ونتشاوروا. المهم راكم تعرفوا الشوبينج. النساء زي والرجال زي، هذه هي. سما كانت مقاطع صغيرة بارك كنا شفنا هكا الأجواء ولي زيبيس والحوايج تاع طاجين، كيما المهم حوايج تاع طاجين، مشيمشة، العينة، الزبيب. شوفوا ما كنتش مديسيدية باش نشري، سما فت هكا على المحلات هكا تفرجنا برك، شفنا هكا الأجواء. يعني ما دخلتش لداخل، هذه في الدخلة تاع المحل ما دخلتش لداخل لأنه كان الغاشي بزاف، وانا ما كنتش مديسيدية نشري.
لأنه لي زيبيس مالفة نشري من الرحبة ولا نشري تسمى عندي بلايص اللي نشري منهم اللي مالفة بيهم، تسمى هنايا خشت واحد كيقعد مسافر يحب يشوف الأجواء، حبيت نشوف رمضان ونشم ريحة رمضان خارج باتنا نشوف ترى كيفاه وكانت يعني ما شاء الله. وشوفوا بنات هنايا أنا كي راني نخدم في المونتاج تولهت مع هذا وين تولهت بلي خاصني طاجين، ولا هنا وصلنا باش نحكي لكم السبب الرئيسي اللي جيت على جالو البنات. هنا رانا في الريتاج مول، هذا هو البنات البلا اللي جيت على جالو. دوك نحكي لكم وش هي قصته. هذا هو البلا اللي جابني اليامات اللي فاتوا زوج تاعي كان جا لهنا القسنطينة للريتاج مول، جا هو صاحبو ايام لا وتغداو لهنا. كي كان يحكي لي قال لي تغديت انا وصاحبي، قلت له واش تغديتو؟ قال لي شوفي، قال لي تغدينا واحد البلا احنا في زوج وعينا نكملوه. قلت له شوف شت البلا هذا بالذات، شوفوا ما سقسيت له وش هي المكونات لو وش فيه، انا جيست سمعت بلا زوج من الناس كلاو وعياو يكملوه، قلت له شفت البلا هذا نسالهولك، نسالك البلا هذا بالذات. وين زدت كونفيرميت بلي ما فيهاش نقاش كي قال لي حطوا لنا معاه الخبز اللي قداو حنا نحوسو عليه وما لقيناهش، الخبز هذاك اللي كليناه في قطر وما زدناش كليناه لهنا. ثم صاي ما فيهاش نقاش، لازم نروح لقسنطينة ونشقى على جالو، وما بغيتوش هكا يجيني البلا هذا، بغيت نروح انا بغيت ناكلو اطابل. وهذه هي، وكما كان الحال وصح يعني احنا في زوج ما قدرناش نكملوه. هذا وين برد قلبي كي خفت التجربة وكان يعني ما شاء الله كان كيما توقعتوا. هذه هي، هذا هو السبب اللي داني لقسنطينة، باش ما نقولكمش رحت على جال باش نشري المال. وهذا هما المال اللي كنت شريتهم بنات. شوفوا بنات كنت شريت البورمة هذه كبيرة، هذه 14 لتر، عجبتني وبغيتها كي عاد كبيرة والكسكاس تاعها كبير، نحتاجها. شوفوا مرة درت بوزلوف مفور، درت 2 برم، تسمى فورت على 2 برم. مثلا نحتاجها لحم مفور، نحتاجها ما نعرف كيما أنا البورمة اللي عندي الكسكاس تاعها ما يهزش 2 باكيات بربوشة، كي نفور يهز باكي واحد برك، يكون عندي ضياف، تكون عندي عرضة، يكون ما تديريش تما نحتاجها بورمة هكا كبيرة نحتاجها. كنت شريت المرامط هذو، شريت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. هنا لأنه عندي أنا بورمة بالكسكاس تاعها تسمى تشبه في الموديل هذا، تسمى كملتهم شريتهم باش يجيو كامل زي بعضهم. المول الأسطوري لازم في رمضان، وكنت شريت هذا المول اللي جاي هكا كاري، هذا على جال هكا طاجين جبن ولا تسمى بكمية هكا قيسي وقيس الزوج تاعي برك. كنت شريت هكا عفايس خفاف كيما المواس، انايا نشتي هذوك الصغار براتيك ماضيين وملاح، نشتيهم نشتي نستعملهم. وهذا جاي كبير شويه عليهم، ماشي كبير بزاف، كبير شويه عليهم. المهم ماضيين وملاح، الموس اللي عندي شويه ما عنديش هكا موس ماضي مليح. كنت شريت بنات هذو المغارف، هذو يديروا 8000 الوحده، هذو ماشي على جال رمضان، هذو شريتهم باسكو انا والزوج تاعي نشتيو ناكلو هكا بالمغارف تاع اللوح، خاصة الحوايج التقليدية. وهذو شوفوا عندي ليفيرين تاع القزاز، بصح هذو بنات كي عاد صغار، ليفيرين تاعي كبار، هذو كي عاد صغيرين هكا عجبوني وبغيت هكا نستعملهم، ما نعرف ندير بيهم كاش عفسة. المهم كي ندير حاجة كي ندير بيهم حاجة راني نشاركها معاكم. كنت جبت هذو بنات، شوفوا جبت هذو طواوي ملاح ثقال ملاح وعجبوني، فيهم هذيك الفي خشتو كي مثلا ما نحتاجوها باش مثلا والحق ربي جا في بالي الفلون كي شتهم، كي نبغي ندير الفلون ولا نقدر بالفي هذيك نعمر لي فيرين تاعي ولا نعمر الكيسان تاعي. وكنت جبت هذوك الطواوي ولا الطاوات هذوك الكبار، هذوك كنت جبتهم على جال الحجم تاعهم باسكو كي عاد كبار. المهم عندي حاجة هكا في راسي بغيتها على هذيك جبتهم هكا كبار. المهم جاي وقتها ونشاركها معاكم. على هذيك كنت جبت هذو للاستعمال اليومي، وهذوك الكبار جبتهم قلت لكم على جال الحجم تاعهم. وهذه هي
كيما راكم تشوفوا بنات، زيدوا واش نسينا. جبت هذه لوحة التقطيع اللي عندي رميتها قدامت. كنت جبت نفس النوعية تقريبا كيفها فوتوكوبي هي بعد. كنت شريتها هذه ب65,000، ونوعية مليحة، تجي ثقيلة هكا مليحة، مش هذيك النوعية اللي تجي الطبقة الفوقانية يابسة ومن تحت يابسة وفي الوسط تبان نخالة ولا ما على باليش وش هي، تشرب الماء تتنفخ تفسد. لا هذه نوعية مليحة. وكما على بالنا في لوح التقطيع هكا الخشب خير من البلاستيك. كنت جبت هذو الملصقات تاع لي زيبيس، عجبوني قاعد في اللون ذهبي، واللي بواط تاعي تاع لي زيبيس جايين هكا بالاسود وذهبي، تسمى يجي المطبخ هكا تخيلتو يجي باهي ومتناسق، يجيو باهيين مع بعضهم. ولا هنا بنات شوفوا الميناج تاع الكوزينة، والميناج تاع العيد ما نعرف علاه وما نعرفش شكون اللي دارهم. المهم باش نقول لكم متعبين، هو التعب فيها أي خدمة تحتاج مجهود بدني تتعبي فيه، تعب فيها بصح ممتعين، صح ولا؟ شكون تحس حلاوة المناسبات في هذه التحضيرات. شوفوا بنات، هنايا كنت فرغت تحت البوطاجي، شوفوا درت ميناج يبرد القلب، حطيت كلشي غسلته، جبت تحت البوطاجي فرغت كلش. كنت هذوك الكربايات كانوا تحت البوطاجي نحط فيهم هكا الماء كي ينشفون، تسمى كي نحطهم في القطارة يقطروا نخبيهم لداخل. كنت غسلت القطارة فرغتها من الماء. المهم غسلت كل شيء، درت ميناج كبير، غسلت البوطاجي، غسلت تسمى من الداخل ومن برا، غسلت الفايونس، تسمى درت ميناج كبير مالقري بارد الحال. شوفوا بنات، في كلش، في الميناج، في القراية، في الحفاظة، مثلا راح تحفظي قرآن، راح في أي حاجة راح تبدايها، الديماراج هو اللي صعيب. شغل كي ديري الكوراج وتبداي، كي تبداي هكا تقولي وكيف راح نبدا، كيما هكا نعطيك ابسط مثال، كيما الميناج في الايامات هذو برد الحال بيناتنا، برد مش نورمال والريح مش نورمال، اسمع شغل لو كان نتبعوا الجو تاع رقاد بيناتنا، ما هو تاع خرجه، ما هو تاع ميناج، اسمع ارواحي انتي واقنعي روحك باش تبداي تزرزقي في الحالة والرغاوي في برد كيما هذا. صح ولا؟ بصح والله جيست تبداي، اسمها هذه قاعدة في الحياة، ماشي غير في الميناج برك، جيست تبداي انتي ابداي برك ديري هذيك الخطوة وربي سبحانه يسهل وصاي وتجيك سهلة. ومن هذه لهذه، من هذه لهذه، صاي تلقي روحك كملتي. سورتو كي تنظمي روحك وتنظمي الخدمة تاعك وما تخدميش بطريقة عشوائية، ماشي تبقاي تصوتي من حاجة لحاجة. ديري الكوزينة، هبطي واش كاين في الرفوف وجبدي واش كاين في البوطاجي، ومن بعد روحي للصالة الغدوة هذيك، روحي للصالة ومن بعد ومن بعد روحي للشومبرة تاعك، تبقاي تخلطي هكا. من الأفضل الحاجة اللي تلوحي ليها يدك وتبداي فيها كمليها، علاه باش انتي بعد يطلع لك المورال في القائمة ولا في لا ليست تاع الخدمة اللي كتبتيها وش راح تخدمي. كي تكملي مثلا بديتي في الكوزينة خلاص كمليها، ليش تاع يومين، ليش تاع 3، المهم كمليها، ومن بعد روحي لحاجة واحدة أخرى باش كي تكوشي في لا ليست تاعك باللي سي بون الكوزينة كملتها وتهنيت منها، المورال يطلع لك، تحسي روحك راكي في الطريق الصحيح، راكي بديتي تحققي واش كاين في القائمة تاعك، فهمتيني؟ ثم هذه هي، خير ما تروحي من حاجة لحاجة من حاجة لحاجة وتخلطيها على روحك ويطيح لك المورال. وهذه هي. وكما يقول لك خدمي قيسك انتيا، باسكو كل وحده والحاله الصحيه تاعها، كل وحده والالتزامات تاعها، فهمتوني بنات؟ شوفوا دوك نعاود نرجع نحكي لكم. هنايا هذا لاستوس كنت شفتها وحبيت نجربها. هذاك درت الإزيز ودرت هذاك البرودوي يسموه حمض الليمون، تلقاوه يتباع عند الناس اللي يبيعوا الحوايج تاع الحلويات. شوفوا هو ما ينحي الدهون، ما تسمى ماشي زعما كيما لي برودوي هكا القويين ولا لا عادي، اصلا نخدم بلا ليغون راكم تشوفوا، بصح يلمع. ثم لازم تيجي البرمة تاعك تكون نظيفة ماشي فيها دهون هكا متراكمة ولا محروقة ولا. هو يلمع، يزيد في اللمعة.
هنايا رحت ندير طلع الجو، نطلع المورال لروحي باش هكا باش شغل نستعرف بروحي كي راني حاطة الرغاوي في جو كيما هذا هنا كيما راكم تشوفوا بنات. وشوفوا انا مالفه صراحه وديما نقول لكم تما هذه حاجه على بالنا بها معروفه كي نبداو نخدموا في الميناج تاعنا ولا نبداو بالغدا هو الاول باش كي تكملي تما تكوني غلبانه ديري هذاك الدوش وتسقي تتغداي ولا اللي يدخل يتغدى. بصح انا في الميناج تاع اليوم الطابونه راح نغسلها والكوزينيه راح نغسلها تسمى الغدا لازم نشريو من برا ما كاش كيفاه. وهذه هي بنات كما راكم تشوفوا النتيجه نهائيه. كنت غسلت هذوك اللي شريتهم جدد نحيت منهم هذيك الملصقات تاع لي بري وهذوك الوراق اللي يجوا فيهم وزدت غسلت البروم تاعي القدم البراس تاعي هكا كل شيء لمعته هكا يبان كل شيء جديد يا اخي. شوفي كي تكون البرمه تاعك كي تغسليها ديما الماعن تاعي ديما يلمعوا بصح كي تشري حاجه جديده تولي تبان بلي القديمه اقل لمعه من جديده. مالا حمض الليمون هذا ديريه مع الازيس وتحكي يرجع كلشي يلمع كلشي يرجع جديد. وهذه هي بنات هذه هي ما نقولكمش النتيجه النهائيه في الفيديو القادم باذن الله نوري لكم هذيك تاع كيف كانت وكيف صارت نوري لكم الكوزينه بالشكل النهائي بالتعديلات اللي زدت لها درت لها تعديلات بسيطه فال نستقبلوا به الشهر الفضيل ان شاء الله. وكنا جبنا دوباره باسكو بارد الحال درك نسخنها. وهذه هي بنات نعطيكم موعد قريب باذن الله الفيديو القادم وتشوفوا المطبخ تاعي بالتعديلات الجديده وتعطيوا لي رايكم. في امان الله.